امبارح وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيان رفضها التام والقاطع بتهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية طوعا لبلاد بتتواصل معاها إسرائيل علشان خاطر تهجر ليها الفلسطينيين. والبيان في حواه بتقول إن مصر ابتدت تتواصل مع الدول دي وتبلغهم إن دي جريمة حرب مصر لن توافق عليها ولن تشارك فيها، وظلم تاريخي لن يحدث قبل كده. تقف مصر عند كده؟ النهارده مصر جابت جون حلو قوي، عملت مؤتمر صحفي عالمي من قدام معبر رفح بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني وبتواجد وفد رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي. دكتور بدر عبد العاطي النهارده شنف للجميع على وشه، قال للعالم انتوا كل شويه تقعدوا عاملين لبانه في بقكم اسمها حقوق الانسان. طب وحقوق الانسان اللي هنا ايه دنيتكم معانا؟ انتوا مش معانا؟ مصر عند موقفها، مفيش تهجير لا لمصر ولا لحته بره مصر. مصر عند موقفها مفيش تصفيه قضيه فلسطينيه. مصر عند موقفها مفيش اي حاجه من اللي بتعملوها دي، والمساعدات لازم تدخل. من ضمن كمان التصريحات اللي قالها وزير الخارجيه المصري دكتور بدر عبد العاطي، قال ان اسرائيل بتعمل حركه قدام العالم كله، قال يعني انها فتحت الباب للمساعدات، بس الحقيقه ان هي على مدار الشهر اللي فات ده كله ما سمحتش غير بدخول 1200 شاحنه فقط، ولا زالت بتستخدم نفس وسائل التجويع. وراح رازعهم واحده ان التصريحات بتاعتكم بتاعت اسرائيل الكبرى دي اوهام كده وهلاوس، دي احنا مش هنسمح بتنفيذها. انتوا عارفين طبعا التصريحات دي تبرموها وتحطوها فين؟ في الكبرى. طبعا كان في كمان تصريحات من الجانب الفلسطيني على لسان رئيس الوزراء بتاعهم، انه قال اي كلام عن ان مصر قافله المعبر ده مجرد افتراء واستهبال، وبطلوا استهبال واستعباط بقى، وانتوا عارفين كويس ان المعبر مقفول من الاتجاه الاسرائيلي. بس هو ما قالش الصراحه ان مين اللي سلم المعبر على بعضه كده لاسرائيل لقمه سائغه من غير ما يضربوا عليها طلقه واحده. ما قالهاش صراحة، وما قالش مين اللي ضربوا صواريخ من عند المعبر فإسرائيل ردت عليهم وضربت المعبر ودمرته تماما واستولت عليه وحطت ايد عليه فبقت آلياتها العسكرية عليه. مش مهم، ما علينا. ورجع قال إن السلطة الفلسطينية على أتم الاستعداد تستلم من دلوقتي قطاع غزة وتديره. الزيارة ما وقفتش على معبر رفح بس، لكن كمان الوفد كله توجه إلى مستشفى العريش علشان يزوروا كل المصابين الفلسطينيين اللي بيتعالجوا بالفعل جوه مصر، واللي طبعا دخلوا من معبر رفح المقفول بالجانب المصري. في نفس ذات الوقت طالع كلام ان مصر رفضت ان وفد سماح يغادر القاهره. قلت لهم بصوا يا جماعه، انتوا منورينا ومأنسنا، انتوا هتفضلوا قاعدين معانا لحد ما نوصل لاتفاق. ما احنا هنوصل لاتفاق، يعني هنوصل لاتفاق. ومع ذلك يا جدع برضو ما راحوش عند المعبر. تخيل، انتوا منورين، اي والله منورين، خليكوا بقى منورينا في القاهره كده لحد ما ان شاء الله نوصل لاتفاق. بيقول لك اصل احنا كنا عايزين نقعد مع بعض ونتشاور. مع مين؟ مع مين تتشاوروا؟ مع مين؟ ما كل الفصائل مجتمعه في مصر. كل الفصائل الفلسطينيه مجتمعه في مصر. هتتشاوروا مع مين؟ مع قطر موجود، مع مصر موجوده. عايزين تتشاوروا مع مين؟ قولوا انتوا بس عايزين مين ومصر هتبعت تجيبه لكم، بس تخرجوا من مصر باتفاق. خلاص يابا الحاج بقى، قضينا، عايزين نلحق بقيه الناس ونعرف ندخل للناس مساعدات. الله يعينك يا مصر على الحمل التقيل اللي انت شايلاه. الله يعينك ويقويك يا حبيبتي بقيادتك، بجيشك، بشعبك، شعبك الحمول اللي بيقسم اللقمه. ونفسي اشوف واتفرج طقاقين الحنك بيعملوا ايه غير المزايده على مصر. يلا هنقول ايه؟ تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.